حوالي 71% من سطح الكرة الأرضية متغطي بالمحيطات، بنعتبر كل المية دي. الدول بتطبق قوانينها وتفرض سيادتها الوطنية جوه حدودها على أرضها. طب لو كنت دولة محاطة بالمية من كل حتة، هل هتنتهي دولي بتقف قوانين لحد الشط؟ طب وأعالي البحار زي محيط الأطلنطي، هل بيطبق فيه أي قوانين؟ القانون الدولي نظم معظم الأسئلة دي، تحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار The United Nations Convention on the Law of the Sea لسنة 1982. بدأت الاتفاقية حيز النفاذ في 1994، وكانت واحدة من أنجح وأهم الاتفاقيات اللي بتنظم قانون البحار. ولحد دلوقتي في 168 دولة عضو في الاتفاقية دي، بس للأسف مفيش دول ساحلية كتير وقعت عليه زي تركيا، كولومبيا وفنزويلا. الاتفاقية دي بتنظم ما يحكم أعالي البحار، قاع البحر والموارد بتاعته، وحماية البيئة البحرية ومصائد السمك. طيب السؤال هنا، ازاي البحار والمحيطات تقسم على الدول؟ البحار والأنهار الداخلية للدولة بتقع تحت صيانة الدولة. طيب لو دولة ساحلية تقدر تمتلك قد ايه من البحار اللي بتمتد قدامها؟ ده هيودينا لما يعرف بالتريتوريال ووتر. اول حاجة التريتوريال سي، البحر الاقليمي. الدولة بتفرض سيطرتها على البحار الاقليمية الخاصة بيها زي ما بتفرض سيطرتها على ارض الدولة بالظبط. يعني تبني، تهدم، تستخرج موارد طبيعية، تشجع او تمنع المرور البحري اصلا بتاع السفن الاجنبية. طب بنتقاس ازاي بقى؟ 12 ميل بحر من الشط. تاني حاجة الكونتيجوس زون، ودي المنطقة البحرية اللي بتتبع البحر الاقليمي، وبتكون 24 ميل بحري من نفس الحدود اللي قسنا عليها البحر الاقليمي. ايه لازمتها؟ الدولة بتفرض سيادتها وسيطرتها اللازمة لمنع وجود اي خرق للقوانين في المنطقة دي، زي الجرائم المتعلقة بالجمارك والهجرة غير الشرعية. ثالث حاجة المنطقة الاقتصادية الاكسكلوسيف ايكونوميك زون، ودي بتكون 200 ميل بحري من الشط، ويحق للدولة ان هي تستخدم المنطقة دي بشكل اقتصادي كامل. يعني مثلا استغلال واستكشاف الموارد الطبيعية سواء حية أو ميتة فوق قاع البحر أو تحت قاع البحر في السبسويل. طيب ماذا عن ما يتبع كل المناطق اللي احنا اتكلمنا عنها؟ الهاي سيز. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، القانون حدد الأربع مشاعات عالمية اللي بتكون ملك لكل الإنسانية ولا تخضع لأي سيادة وطنية، زي الغلاف الجوي، القارة القطبية الجنوبية، والفضاء الخارجي. وده اللي اكدته الماده 89 من اليو ان كونفنشن اون ذا لو اوف ذا سي. طب لو مفيش حد بيمتلك اعالي البحار، نقدر نعمل فيها ايه؟ الماده 87 من نفس الاتفاقيه نصت على حريه اعالي البحار، الفريدم اوف ذا هاي سيز، زي حريه الصيد وحريه البحث العلمي، الفريدم اوف فيشنج والفريدم اوف ساينتفك ريسيرش، وغيرها من الحريات الثانيه اللي نصت عليها الاتفاقيه. انا يا غازي، دي سيريز قانون 101، والنهارده عرفنا من يمتلك البحار.